السلام عليكم. أهلا بكم في قناتي. أنا عبير. لو أول مرة تشوفوني، لو بتحبوا الأكلات الشرقية السريعة يبقى الفيديو ده علشانكم. جربوا معايا السجق الشرقي بخطوات بسيطة وطعم زي المطاعم بالظبط. يلا نتابع الفيديو ونبدأ على طول. بس فضلا ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو علشان يوصل لأكبر عدد ممكن، وسبسكرايب في القناة. بسم الله. بسم الله. في البداية أنا حضرت الخضار بتاعي علشان ما اطولش عليكم الفيديو. هحتاج فلفل أخضر رومي وفلفل ألوان أصفر وأحمر، واحد من كل لون. وممكن تقللي كمية الفلفل عن كده على حسب رغبتك والمتاح عندك في البيت، ما توقفيش نفسك. قطعت الفلفل شرايح، وهحتاج 3 بصلات متوسطين قطعتهم جوانح، وطماطميتين متوسطين قطعتهم جوانح، وفصين كبار من التوم المفروم فرمتهم بالسكينة، أو 4 فصوص من التوم لو حجم التوم صغير. كده الخضار جاهز معايا. هبتدي في طاسة سخنة ومفيش فيها أي مادة دهنية وعلى نار متوسطة. هنزل بنص كيلو من السجق واديله صدمة في البداية. أنا مش بحب أضيف ليه أي مادة دهنية علشان السجق بيبقى فيه نسبة دسم. هقلبه زي ما حضراتكم شايفين لغاية ما لونه يتغير. وأول ما تبتدي السوائل اللي بتنزل منه تقل ويدخل في التسوية هنزل بالبصل، وافصل البصل عن بعض زي ما حضراتكم شايفين. وأول ما البصل يدبل ويطرى بالشكل ده هعمل فتحة واضيف التوم المفروم واقلبه لغاية ما ريحته تطلع. وياريت تشموا الريحة عاملة ازاي. ودلوقتي هنزل بالطماطم واقلبها زي ما انتوا شايفين، واضيف معلقة كبيرة من صلصة الطماطم. وبعدين هنزل بالفلفل الألوان واقلب كل الكلام ده مع بعض. وشايفين ما شاء الله الألوان جميلة ازاي. وخلينا متفقين ان السجق بيبقى فيه توابل، فأنا هتبل السجق بتوابل بسيطة بكميات صغيرة، بس هتودي الطعم في حتة تانية. هضيف حوالي ربع معلقة صغيرة فلفل أسود، وربع معلقة صغيرة كاري، وربع معلقة صغيرة كزبرة جافة، وربع معلقة صغيرة بهارات مشكلة أو ال7 بهارات، ومعلقة ونص صغيرة من الملح. هقلب كل المكونات مع بعض زي ما حضراتكم شايفين. وانا عايزاه يبقى فيه صوص اكتر، هضيف نص كوباية من المية السخنة واقلبهم وادوق واشوف الملح مظبوط ولا لا. وهضيف معلقة صغيرة من البابريكا نسيت اضيفها مع التوابل، واقلبهم واغطي السجق يكمل تسوية. هسيبه حوالي 10 دقايق على نار اقل شوية من المتوسطة. وبعد حوالي 10 دقايق بقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هبتدي اقطع كل واحد نصين علشان احنا بنحب ناكله مع الرز، لكن لو حابين تعملوا سندوتشات ممكن تسيبوه زي ما هو من غير ما تقطعوه. انا مرضتش اقطعه قبل التسوية وهو طري علشان ما يتفرفتش ويفصل عن بعضه، لكن لما بنديله صدمة في الاول بيقفل على نفسه وسهل تقطعوه بالشكل ده. او ممكن تقطعوه قبل التسوية وهو مجمد شوية، هيبقى سهل معاكم برضو. بعد ما قطعت كل كمية السجق كده خلاص استوى وجاهز معايا. هنزله من على النار. لو حابين تقدموه في الطاسة وتعملوا سندوتشات هتسيبوه زي ما هو، او تغرفوه وتقدموه في طبق التقديم. شايفين الجمال ما شاء الله، اللهم بارك. شكله بيتكلم عن نفسه. والله الطعم جربوا وانتوا تحكموا بنفسكم. وبكده نكون وصلنا لنهاية وصفتنا. اتمنى تجربوه وتقولولي رأيكم، وهستنى ان شاء الله كومنتاتكم اللي بتسعدني. واتمنى اكون افدتكم النهاردة ولو بحاجة صغيرة. وفضلا وليس امرا، لو عجبكم الفيديو وعجبكم قناتي تعملوا لايك وشير للفيديو وسبسكرايب في القناة. اسيبكم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.